الناس اللي بتشرب قهوة كتير بيبقى عندها مشكلة كبيرة قوي، ان الناس دي في الغالب ما بتشربش مية كفاية، ودايما يشتكوا بقى من الاعراض بتاعة قلة شرب المية، ان هم دايخين مصدعين مش مركزين، بشرتهم مش احسن حاجة، شعرهم بيقع، فبيبقوا نفسهم يشربوا مية، ويقول لك احنا ما بنحبش مية، بالعكس احنا ممكن لما احس بالعطش اروح اشرب قهوة وما اشربش مية. طب تعالوا اعلمكم عادة لطيفة جدا، ان مع كل فنجان قهوة اشرب كوباية مية قبلها. الاول هتعملها بالعقل الواعي، اللي هو هتفكر نفسك كل مره بتعمل فيها فنجان قهوه هتشرب كوبايه ميه، قعدت في كافيه هتطلب ازازه الميه. شويه تبتدي تنزل من العقل الواعي للعقل اللاواعي، العقل الباطن اللي هو من غير تفكير، بقت عاده، بقت روتين، ان انا لما هعمل فنجان قهوه اوتوماتيك هروح اصب كوبايه ميه ليه. وده مش هيحصل غير بالتكرار، ان كل مره تعملها مره هتنسى مره هتفتكر وهكذا، بس كل مره تفكر نفسك وتلزم بيها نفسك بقت بالنسبه لنا عاده. نعمله زي ياسمين، مع كل فنجان قهوه هنشرب كوبايه ميه. ان شاء الله باذن الله تبص تلاقي نفسك على، يعني انت لو بتشرب 4-5 كوبايات قهوه انت ضمنت لنفسك 4-5 كوبايات ميه. يبقى مع فنجان القهوه ايه؟ حته حلاوه. ايه دي؟ لا دي حلاوه مولد النبي، ملناش دعوه بيها. كوبايه ميه. كل سنه وانتم طيبين.